مما يؤثر سلبا على التفكير الصحيح ويؤدي إلى التفكير الخاطئ أن يحرم العبد التوفيق من الله جل وعلا، وأن يبتلى بالخذلان. وما نحن لو لم يأخذ الله جل وعلا بأيدينا؟ هل نحن الذين هدينا أنفسنا؟ لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هي المنة؟ المنة الإعطاء من دون موجب استحقاق. أعطيتك شيء وأنت ما في شيء يعني بيني وبينك ما تستحقه، هذا من، كما قالت قتيلة: ما ضرك لو مننت. وربما للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعفو عن أخيها: ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. يعني أعطى وعفى من دون استحقاق. الله جل وعلا يمن علينا. فإذا من معالم الخلل الكبير في التفكير أن يخذلك الله جل وعلا والعياذ بالله. يلزمك التوفيق. التوفيق ما هو؟ إعانة من الله جل وعلا للعبد في أموره. الخذلان أن يسلب الله جل وعلا عنك هذه الإعانة في أمورك وأن تترك ونفسك. فإذا تركت ونفسك وقع الزلل. لذلك في الحديث: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لاحظ: طرفة عين، لا تكلني لنفسي، لأن لو وكلت إلى نفسك طرفة عين زلت القدم والعياذ بالله. إذا كان كذلك، فإذا حرم العبد التوفيق وخذل، لا يحرم العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن السيئات أن تخذل، لا بد بسبب منك. ومن ضعف العبادة، ضعف الإقبال على الله جل وعلا، ضعف الاستمساك بالسنة، ضعف الاستمساك بالعلم، ضعف الاستمساك بهدي السلف الصالح، أن يكون الدين عرضة للخصومات وعرضة للقيل والقال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يعني يجي والله ناس يشوفون اللي في القنوات الفضائية، وهذا مع هذا، وهذا يطاق هذا، وهذا يعمل هذا، ويجلس يستمع بإنصات، بيحصل عندك تنقل وتقلب. لماذا؟ لأن ليس عندك علم تحمي نفسك فيه، وهؤلاء يأتون بشبه وبأقوال وقيل وقال، فلا بد أن يقع. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هنا لا بد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقة، والحذر من أسباب خذلان الله جل وعلا العبد. الإنابة إلى الله جل وعلا، كثرة الدعاء، الإقبال على الله جل وعلا، البعد عن المزالق، البعد عن الفتن، طلب السلامة. في أمور تشتبه عليك، والله ما إذا اشتبه عليك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المخرج: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه. والله ما أدري، والله أنا ما أعرف هذا. لا تحتاط، تتقي الشبهات، تترك الموضوع كله برمته، ثم ابحث عن الصواب. لكن هناك من يعرف الصواب، من يعرف الغلط، لكن أنت اشتبه عليك فاتركه. هذا هو طريق النجاة. فإذا لا بد من الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون التفكير سليما، وأن نحذر من الخذلان، لأن هذا له أثر كبير في التفكير الخاطئ.